صباح الخير والنعمة، يوم مبارك مليان سندة من الرب ليك وليكي. كنت بسأل نفسي سؤال: ليه يوسف منهارش رغم الظروف الصعبة القاسية جدا الكبيرة قوي على سنه وإمكانياته؟ الشيء الجميل إن كلمة ناجح أو كل ما يصنعه ينجح دي كانت في الأوقات الصعبة جدا في حياة يوسف. بس ليه في الظروف الصعبة منهارش لكنه نجح؟ في بيت فطفار، في السجن، في بيت فرعون والمسؤولية الكبيرة اللي كانت عليه. السبب الأولاني إن الرب كان في قلبه وقدامه في كل وقت وفي كل مرحلة. ففي 39 عدد 9 بتقول كلمة الله: فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. يعني قرر يوسف إنه يكون مع الرب، يكون معاه. فكانت النتيجة إن الرب قال له: أنا كمان معاك من الأول خالص، أنا معاك وجبت لك الأحلام دي وعملت لك خطة عظيمة، أنا معاك يا يوسف. ففي تكوين 39 عدد 2 و3 بتقول كلمة الله: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنعه كان ينجح. عجباني أوي الكلمة دي، كان في بيت سيده ويوسف كان ناجح، وكمان سيده شاف إن يوسف ناجح وإن الرب معاه. مش كده وبس، ده كمان في بيت السجن في عدد 23 من تكوين 39: ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه. مش اللي حس بده يوسف بس، ده رئيس السجن شاف وحس وعرف. كان قرار مهم جدا حفظ يوسف من الانهيار. السبب التاني اللي خلى يوسف ما ينهارش انه قرر انه يغفر ويسامح اخواته على كل اللي عملوه. ايوه، هو حب يعلمهم درس، لكن قال لهم في المواجهة: أنتم قصدتم بي شرا ولكن الرب قصد به خيرا. لازم تعرف ان كل ظروف صعبة بتعدي فيها الرب بيقصد من خلالها خير ليك، عايز يشددك ويقويك ويمكنك ويثبتك ويرقيك كمان. يا رب، أنا بصلي في هذا الصباح إن في أي وقت صعب أنا بستقبل إنك معايا، وأنا كمان بستقبل إن أي ظرف صعب أو أي وقت صعب أنا بستقبل إن مثمر فيه. نعم يا رب، هللويا. اعلن معايا أخويا واعلني معايا أختي. يلا كده قول في اسم الرب يسوع: أنا بقرر إنك معايا، وأنا واثق إن في أي وقت بعدي فيه أنا مثمر لأنك جعلتني مثمرا. هللويا. يلا استقبل واعلن. آمين في اسم يسوع.